التوقيع اقوى ولا البصمه اقوى؟ يعني دلوقتي في محرر عرفي على سبيل المثال عقد بيع او ايصال امانه، الاقوى في التوقيع البصمه ولا التوقيع؟ طيب خلينا متفقين الاول ان البصمه ممكن اي حد ياخدها من اي حد، سواء كان نايم او كان سكران او فاقد للوعي، فبالتالي البصمه دايما بتبقى اضعاف او بتشكك اكتر في المستند اكتر من ان هي تقويه. طيب يبقى كده احنا متفقين ان البصمه مش اقوى في الاثبات من التوقيع على المحررات العرفيه. التوقيع اقوى من البصمه، خصوصا لو كان التوقيع ده فيه حركات معينه او ليه امضاء بشكل معين، فبالتالي بيكون اصعب في ان هو يتزور او يتقلد او يصطنع. فبالتالي التوقيع على المحرر بخط اليد اقوى من التوقيع بالبصمه، لان البصمه اللي ممكن يبصم عليها ممكن يكون ما عندوش درايه في التحبير او في الحبر وهو بيحط صباعه، فبالتالي يبصم في البصمه يبقى فيها لخبطه او تطمس، فما تعرفش اذا كانت دي بصمه الشخص او مش بصمته.